كلنا نعرف الكارت الأحمر والكارت الأصفر في كرة القدم. الكارت الأصفر إنذار للعيبة، والكارت الأحمر طرد للعيبة. لكن إيه حكاية الكارت الأبيض وأول مرة يتم استخدامه في تاريخ كرة القدم؟ في الحقيقة أول استخدام للكارت الأبيض في مباراة لكرة القدم كان بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة في بطولة كأس البرتغال للسيدات. وقامت الحكمة حكمت المباراة آه، وتدعى كاترينا كامبوس بإشهار البطاقة البيضاء في وجه الطاقم الطبي، حيث قام الطاقم الطبي للفريقين بالتعاون معا لإسعاف أحد الجالسين على دكة الاحتياط بعدما شعر بالإعياء. ويعد هذا هو الاستخدام الأول لتلك البطاقة في تاريخ كرة القدم. وكان ميشيل بلاتيني قد تقدم باقتراح استخدام البطاقة البيضاء في 2014 عندما كان رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطرد اللعيب لمدة 10 دقائق، لكن تم تجاهل مطلبه وأعيد استخدام الكارت الأبيض ليعبر عن الروح الرياضية والأخلاق في عالم كرة القدم. ولتدخل الحكمة كاترينا كامبوس التاريخ باعتبارها أول حكمة تشهر الكارت الأبيض في تاريخ كرة القدم منذ نشأتها وحتى الآن. إذن يوم 23 يناير 2023 كان يوما تاريخيا في كرة القدم، وأول مباراة لاستخدام الكارت الأبيض لترسيخ قيم الأخلاق والمبادئ داخل الملاعب الخضراء. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.